فين الحكمة لما خلق الرب جل في علاه الخوف في قلوبنا من الأعداء ثم أمرنا بتحطيمه؟ فين الحكمة من كده؟ مش ليه كده ممكن يكون من الحكمة عشان أقولك إن ده من جملة الابتلاء اللي كتبه الله سبحانه وتعالى على العباد. وقد قال الله جل في علاه: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وعشان ما تزعلش وتفتكر إن ده لوحدك: ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقد قال الله جل في علاه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد قال الله جل في علاه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وعشان ما تفتكرش ان انت لوحدك كده، فحتى الانبياء وحتى الصالحين هيبتلون بالخوف. قال الله جل في علاه عن موسى عليه السلام: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وقال عن المؤمنين عن الصحابة لما حصل ما حصل ليهم في غزوة أحد، وبعد كده أمرهم بالخروج مرة تانية، فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.